اهلا بيكم في وصفة جديدة. النهاردة هنعمل فطيرة محشية سجق وجبنة رومي. جميلة جدا هتعجبكم. اول حاجة هنحط كوبايتين من المية، ولازم تكون المية دافية مش سخنة. وبعد كده هنحط مكعب من الخميرة او الخميرة البودرة على حسب ما انتوا بتستخدموا، ومعلقة من السكر ونص كوباية من الزيت. بعد كده هبتدي انزل بالدقيق، دي حسب الرغبة. لو انت حابة تعملي نص كيلو او كيلو، انا النهاردة حطيت 5 كوبايات من الكوبايات المعيارية. هقلب كده وبعد كده ابتدي اعجن بقى بايدي، ولازم تكون العجينة طرية بس ما تكونش بتلزق زي ما هنشوف كده مع بعض. هنعجن العجينة كويس قوي، لو انت عندك طبعا عجان او بايدك، المهم النتيجة هتطلع واحدة. بدأت العجينة كده تلم، وزي ما قلتلك لازم تكون طرية بس ما تكونش ملزقة. نملكها كده جامد، او نعجنها على رأي امهاتنا نملكها جامد. وبعد كده بعد ما عجنتها كويس قوي، هدهن البولة كده بمسحة بسيطة من الزيت واحطها علشان تخمر. كل ما بتخمر بتضاعف حجمها، بتدي نتيجة احسن. بعد ما سبتها شوفوا خمرت ازاي، يعني بصوا كانت هترمي بره البولة. بعد كده هقسمها على قطعتين بالتساوي. هفرد اول واحدة في صينية بالشكل ده. طبعا الصينية كبيرة فهي تبقى فطيرة كبيرة، يعني هتكفي كذا فرد. بعد ما فردت اول طبقة من الفطيرة، هبتدي بقى احط السجق بعد ما شوحته وفلفل. اي حشوة حابة تحطيها حطيها. انا حطيت النهاردة فلفل وزيتون، كان عندي بواقي زيتون حطيتها، والسجق بعد ما شوحته، وجبنة رومي مبشورة. انا بفضل الجبنة الرومي، بتدي ريحة وطعم حلو قوي. بعد كده هفرد الطبقة التانية، دي بقية العجينة. هبتدي افرد بقى بقية بتتفرد بسهولة ازاي، لان خدت وقت كافي في التخمير. هحطها بقى على الصينية زي ما انتوا شايفين كده. تبتدي تسوي بيها بايدك كده. انا بعد ما سويتها بتدوسي بقى على الاطراف، على الطرفين، الفطيرة اللي فوق والفطيرة اللي تحت، عشان الحشوة ما تقعش من الجناب. هسيبها طبعا تخمر تاني، وبعد كده هبتدي اقسمها. بتدي منظر، يعني ده اختياري، لو انت عايزة تقسميها كده او تسيبيها براحتك. انا حبيت اقسمها كده، يعني بتدي منظر يعني. بعد كده طبعا هندي الوش هندهنه صفار بيضة، زي ما احنا متعودين، عشان تدي لون حلو لأي معجنات. وصفار البيضة طبعا حطيت عليه معلقة صغيرة من الخل عشان أي زفارة أو حاجة. بعد ما دهنتها بالشكل ده، ممكن تسيبيها بقى فاضية، أو حبة البركة. أنا رشيت عليها شوية حبة البركة كده من فوق، يعني بتدي منظر وطعم حلو. بس انت لو حابة تسيبيها كده سيبيها. دخلتها على نار 200 درجة 200، طلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده.